ماذا يحدث في تعاقدات النادي الاهلي؟ الاهلي ما عندوش بعد كده غير صفقة واحدة هيشتريها. نعم، صفقة واحدة. وانا امبارح قلت لك القائمة بتاعت النادي الاهلي ما فيهاش اماكن. حلو الكلام. هل هو سوزة؟ خد بقى الخبر اللي انا معادك من اول الحلقة تسمعه يعني. الاهلي اوقف كل انواع المفاوضات مع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي. نعم، تاني، الاهلي اوقف كل انواع التفاوض مع نادي جيونبوك الكوري الجنوبي الخاصة بسوزة. اوبا، يعني سوزة بره النادي الاهلي؟ لا، انا ما قلتش كده. لا لا لا، بس يا كابتن الله يخليك، انت مش على الصبح كده والدنيا معاك يا عم، بس اصبر. طب قول يا سيدي. هنصبر. عقد سوزة يخلص مع جيونبوك ديسمبر، فالاهلي من حقه انه يضمه في ديسمبر بحيث ان نلعب في يناير مع النادي الاهلي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب في ايه بقى؟ في انه الاهلي احال الملف كله لمارسيل كولر. وبص بقى حضراتكم عشان ما تتعبوش قلبكم الله يخليكم، يقول لك لجنة التخطيط رفضت فلان ووافقت على فلان وعملت فلان. لا، نعم، لا، كولر الوحيد الذي يوافق ويرفض على ضم او استبعاد لاعبين هو كولر. هي اللجنة جايد، مرشد، دليل بالنسبة للراجل، تقول له اتفضل يا عم كولر في كذا وفي كذا وفي كذا وتشرح له. هو كولر مش بتاع سماعي، كولر بتاع عيوني، مش عيوني اللي هو وعد يقول لك عيوني واحكم بالدماغ. خلي بالك هذا الكولر لا قلب له في العمل. شوفوا الادب والاخلاق والاحترام والانضباط وكل حاجة، لكنه في الشغل ما عندوش قلب، ما عندوش قلب خالص. ده قاعد ده ماشي. وايمن اشرف قدامكم اكبر مثال واكبر دليل، وكان بيحبه جدا، لكن في الشغل وفي الكوره هو ما عندوش قلب. وخلي بالك بقى اللعيبه بتحبه جدا وبتقدره جدا وبتحترمه جدا وبتخاف منه جدا، لانه راجل عنده سيستم، عنده نظام. واداره الكوره في النادي الاهلي، انا بقول لك معلومات يعني، اداره الكوره في النادي الاهلي قالت له اتفضل، والراجل خد كل البطولات. فهم قالوا له يا مستر سوزة، يا مستر كولر، ادي الموقف بالنسبه لسوزة، احنا نجيبه لك في يناير. النادي قافل ومش راضي ياخد فلوس باللي احنا طالبينه. فالراجل قال لهم ادوني فرصه افكر، لانه الاهلي لو جاب لعيب مش هيبقى في مكان، لان هم 30 لعيب. ادي كمان لعيب في النادي الاهلي. تعال بقى نروح لعمار حمدي، لانه عمار عنده سيراميكا وزيد والمقاولين عرب وبيشوف الافضل ليه. الاقرب خروجه اما اعاره او بيع، خصوصا ان كولر مرحب جدا بخروجه، مش هيضمه للقائمه. هو لعب السنه اللي فاتت للاتحاد السكندري لكنه ما كانش موفق قوي. لما جه الكابتن طارق العشري قال انا مش محتاجه. فعمار بيبحث على النادي ده، عن نادي من الانديه اللي قلت لحضراتكم عليه. طب ايه موضوع الاعاره مش الاعاره؟ الاهلي دلوقتي وبعض الانديه، مش الاهلي بس، الاهلي وبيراميدز وغيرهم، بدأ يوصلوا لديل بيع يشبه الاعاره. بمعنى انا هبيع احمد شوبير لنادي مثلا طنطا، خلينا عشان من بلدياتنا مش هيزعلوا مني يعني، ماشي. فيقول له انا هبيعه لك لمده سنه، اوكي ماشي. فبدل ما يبيعه ب 10 مليون مثلا يبيعه ب 3 مليون، ويقول له تمام التمام خلاص. وفي نفس الوقت ياخد منه استغنى، ما انا هبيعه لك، مش هبيعه لك ب 10 مليون، هبيعه لك ب 3 مليون. ياخد منه استغنى يبقى موجوده عنده بتاريخ مقدما. يعني انا بتكلم على الانديه مش الاهلي بس، يعملوا كده عشان يضمنوا حقوقهم، فتبقى كانها اعاره، وتخطى هو موضوع الاعارات السبعه دي. لكن ده بخصوص عمار حمدي. والتر بواليا الاهلي خلال ساعات هيعلن او هيحسم موقفه. يعني الاهلي مستحيل بواليا يكون في قائمته لانه عنده 5 لعيبه اجانب. انا شفت تقديمه لويس ميكيسوني في سيمبا التنزاني، والله قدموه تقديمه جميله على جمل، والملعب كان مليان عن اخره، بيعشقوه هناك. ممكن اللي ما ينجحش عندك ينجح بره ويبقى زي الفل ويكسر الدنيا. ما دلوقتي عندك سافيو مكسر الدنيا في بوليفيا، وجماهير النادي الاهلي عمال تخبط ايديها على دماغه تقول لك ومشيتوه ليه؟ ما انتوا برضه اللي قلتوا انه وحش يعني. زي ازارو وزي اليو بادجي لعيبه كويسين محترمين يعني. فالاهلي عايز يوصل يفسخ عقده بالتراضي. تعالى بقى لموضوع كهربا، عشان الموضوع ده انا عمال اقول لك عليه بقى ليه فتره كده،
ولما اتكلمت عليه طلع بعض الزملاء قالوا لي انت المحامي وانت بتحلم وحاجات كده يعني. وكان اقتراحي بمنتهى البساطه، طالما انت عايز تجدول مستحقات شيكابالا ما تخلي كهربا يجدول المستحقات بتاعته، فعليك بالقسط. تمام التمام. احنا بقالنا سنتين كل يوم بقول له الكلمتين دول يعني. فالبعض داخل نادي الزمالك وعلى البوستات وبتاع مش عارف ايه، وطلعوا وهجوم وزعيق وماشي براحتكم يعني. فطلع امبارح القرار بتاع لجنه الانضباط. كويس. اللجنه قالت لكهربا قدامك شهرين، ركز بس معايا عشان الكلام اللي انا هقوله ده مهم قوي. شهرين ايه وتدفع، والا هقول لك عواقبها ايه برضه عشان ايه تبقى عارف يعني. تدفع يا عم خلال شهرين، معاك 60 يوم بدءا من 7 اغسطس، شهرين يعني يبقى 7 9 7 10. قال له في حاله التخلف المستمر على السداد سيتم ايقاف اللاعب من المشاركه في اي نشاط متعلق بكره القدم 6 شهور بشكل تلقائي. شكل تلقائي معناه انه هيتوقف، يا اما الدفع يا اما الايقاف. يتوقف، اول ما يدفع يتشال الايقاف ويتغرم 1000 فرنك سويسري يتم دفعها خلال 30 يوم من اختاره بها بتاريخ اليوم 7 اغسطس، يعني ندفعها قبل 7 سبتمبر. كويس. العقوبه نفسها بقى كانت فرضتها لجنه الانضباط، وهي الغرامه على كهربا 2 مليون، وتعرض للايقاف 6 شهور انتهت في 11 يناير، ورجع لعب تاني بشكل مؤقت خلي بالك من 11 يناير، لكنه لسه ملزم بسداد الغرامه عشان ما يتعرضش للايقاف مجددا. يعني من وقت الغرامه لحد يوم السداد بيتحسب فوائد على اللاعب لصالح نادي الزمالك ده 5% سنويا. يعني كانت 2 مليون بقت 2 مليون 380 الف او حاجه زي كده يعني. ايه اللي هيحصل بقى؟ خد مني حاجه من الاثنين. الحاجه الاولى انه المؤكد ان كهربا اذا دفع هيدفع يوم 6/10. كام؟ 6/10. ليه؟ يكون القيد في مصر خلص وتكون الدنيا خلصت وكل حاجه، وانا ادفع 6. انا معايا مهله لحد 6/10، معايا 60 يوم، والقرار من 7 اغسطس، فعندي لحد 6/10 يعني. طيب كهربا يلعب منتخب ويلعب اهلي ويلعب كل حاجه، ما عندوش مشكله خالص. يعني ايه هيلعب افريقيا مع الاهلي الماتش التمهيدي؟ ايوه هيلعب الماتش الاولاني وما عندوش مشاكل خالص. لحد يوم 6/10 كهربا يلعب براحته يا جماعه، ما عندوش مشاكل خالص يعني. منتخب، نادي، اي حاجه يلعبها ما عندوش مشاكل خالص يعني.